صباح الفل والياسمين، ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ نبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقالنا كتير ما تقابلناش، بقالي كتير ما بطلعش على القناه. تقريبا سنه ونص. وبعدين انا حابه ان انا ارجع تاني للقناه واهتم بيها واظهر تاني من اول وجديد. وحشتوني وحشتني ايامكم و... وجي على بالي النهارده ان اعمل رسمة حنة زي زمان. يعني اللي متابعني اول ما بدأت على القناة كنت بنزل رسومات حنة، فانا ناوية النهاردة ابدأها من الاول من الصفر. انزل فيديوهات للحنة زي زمان واظهر على القناة، لان جت عليا فترة كنت بتكسف ان انا اظهر على القناة، مش عارفة ليه، محدش يسألني ليه. وطبعا زي ما كلكم عارفين ان انا كنت عايشة في السعودية. الوقت انا سيبت السعودية ونزلت مصر، في قصص كتير عايزة احكيها معاكم. في صحابي وجيراني وحبايبي في السعودية هيشوفوني، وطبعا في صحابي وحبايبي وجيراني واهلي هيشوفوني في مصر. صحابي وجيراني الاولانيين السعوديين وصحابي وجيراني واهلي المصريين، كلكم اهلي وحبايبي. وجي على بالي النهارده ارسم لكم رسم حنة على ايدي زي زمان، زي زمان، زي ما بدأت القناة. ويا رب بس استمر معاكم. نبدأ يلا. طبعا انا كنت بادئه زمان قناتي بنقش الحنة، وبين حاولت اغير المحتوى، وقتش انا حابة ارجع تاني. انا كنت رسمة من 10 ايام، ففي بواقي نقط اهي شايفينها. فانا النقط دي مضايقاني، هي حنة مضايقاني، حنة سوداء، فانا هرسمها عليها. تمام. نقطة، دورية حلزونية. مشكلة ان كيس الحنة شايفينه، عايزة اوريه لكم. كيس الحنة ده كنت جايباه معايا من السعودية، فهو قرب يخلص. لسه ما جربتش اشتري من مصر، بس ان هو يعني مع فترة طويلة بقى سايل، يعني بقى فيه نسبة مية. ايوه شايفين. فانا عايزة اصفي المية دي كلها، انا بحاول اصفيها اهو. مش عارفة مش هتبان طبعا عشان ما ينزلش على الايد يلطش. شايفين؟ اخدين بالكم فرشت ازاي؟ لان هي ميه. بس هحاول برضو. بسم الله. ورقة الوردة بتاعتنا الكبيرة الحلوة دي. انا حتى
اطلع من هنا كده بمثلث. طبعا هو باين عندكم انها قريبة اوي، بس هي شايفينها وردة اهي. ماشي، هاجي من هنا تلات كده شريطات. ماشي، واجي من هنا طرف الوردة دقله شوية، شايفين؟ لازم هي تكون من اطراف تقيلة كده. طبعا انا بعتذر ان لسه ما جبتش في مصر الحنة اللي هي، ودي قديمة عندي، ففيها نسبة سيولة فبتفرش شوية. اهي طبعا اهي من بعيد اهي، شايفينها اهي. انا طبعا عشان حطها على الستاند فقريبة قوي، اهي من بعيد اهي. فين؟ حلو كده ماشي. شايفين؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى، شايفين الوردة من الحتة دي اللي هي دي؟ هنيجي ناخد عنقود كبير، طلعه كده، يا رب بس اعرف ابينه. كبير هميله كده يمين شمال، بس كده. شايفين يمين شمال؟ شايفين؟ طلعت عنقود خط طويل كده. يبقى انا اول خطوة عملت دايرة زي كده حلزونية، بس طبعا انا حكيت لكم ان هنا فرشتها عشان خاطر هنا في قرطاس الحنة ده بقاله سنة معايا، قلب سوايل مش عارفة ليه، ما علينا. هنا هو رسمة حلزونية، وبعدين اوراق الشجر، وبعيد عن ايدي اللي جوه الشجر دي، الخطوط دي من الزاوية اللي فوق هنا اعملها زي مثلث كده، من الزاوية اللي تحت زي مثلث، وهيجي ما بين ورقتين الشجر هعمل ايه؟ عنقود كبير او خط طويل. فايدته ايه بقى؟ شوفوا، هيجي من هنا خط حلزوني، اجي من هنا الشمال خط حلزوني، حلو. اجي من هنا من قبل النهاية شوية خط حلزوني، ماشي. اجي من هنا من عند الحتة دي اطلع خط حلزوني. شايفين المنظر؟ اجي من الطرف هنا، شايفين ده؟ اعملوا خط كده مدبب اهي. تعالوا نشوفها كده اهي، شايفينها؟ طيب نيجي على الجنب ده ما بين الخط الحلزوني والخط الاساسي، اجي هنا احط نقطة اسحبها، فوقيها نقطة اسحبها، اجي تالت واحدة اصغرها شوية
نقطة واسحبها واجي اخر حاجة هنا اقل منها شوية نقطة اسحبها. شايفين دي اللي طالعة دي الحلزونة دي، هاجي من هنا من نص العنقود اعمل زي مثلث واوربه مثلث واوربه نص دايرة بقى، نص دايرة نص دايرة ماشي. اللي انا عاملة فيها الخطوط دي هاجي فوق هنا عندها اعملها دايرة وردة، نص دايرة نص دايرة دايرة. طبعا هي للأسف يعني، ودي هسيبها زي ما هي. ممكن اعملها هنا اهو نقطة ماشي، واجي هنا اعمل نقط اعمل هنا اهو نقط اعمل هنا نقط اصغر 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 بالشكل ده ماشي. اجي على الوردة الكبيرة الاساسية زي ما انتم شايفين كده، يبقى شكلها النهائي. طبعا انا متمكنة بايدي الاتنين غير لما انا بصور، بتبقى في تركيز احسن. وبعدين لازم يكون قرطاس الحنة اللي هو ده شايفينه اهو يكون لسه جديد عشان ما يسعش، لان دي تعتبر هنا اهو شايفين فيها نسبة سياحان، لان قرطاس الحنة بقاله عندي سنة فهو كده بيقلب مية يعني. انا عايزة اوريكم حاجة، شوفوا انا هكب في الكوباية دي. شوفوا بينقط لوحده ازاي لما اضغط عليه. شايفين كل دي مية فيه. طبعا لسه انا عايزة ادور في مصر فيه ولا لأ، بس انا على القرطاس ده، بس انا اللي سألت عليه قالوا لي فيه. شوف كل ده مية في كوباية اهو. اللي سألت فيه قالوا لي في هنا حاجة اسمها حجر اسود مطحون، انتي تاخديه وتعمليه قرطاس وتستخدميه. ان شاء الله بقى اجيبه. شايفين المية كتير يعني، على فكرة مش اي واحدة ما شاء الله يعني، مش اي واحدة تقدر الحنة تتقلب مية. شايفين وتعرف ترسم، ده عايزة خبيرة عشان تجيبها، لان كل حاجة بترسمها هتفرش، كل رسمة ترسمها هتفرش. فاذا كانت هي قدرت تظبطها كويس قوي او تجيبها يعني، فده تبقى ممتازة. شايفين قد ايه اهو. فيعتبر دي ممتازة، بس هي هنا فلتت لان هنا في مفرق الصوابع ففلتت شوية، بس
بس اول ما تنشف وتتغسل هتبقى اخف من كده، بوريها لكم. جميلة جميلة قوي، لطيفة على الايد. ان شاء الله نرسم الرسمة التانية ونشوفكم على خير حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.